زي ما اتفقنا مع بعض قبل كده ان احنا هنتناقش مع بعض في المشكلات اللي بتواجه اللي حابب يتكلم لغة انجليزية. اتكلمنا ان في اكتر من مشكلة بنواجه كل واحدة فيهم في فيديو مستقل بيها. دلوقتي هنتكلم في واحدة من اكتر المشكلات، وهي فكرة الترجمة الحرفي. يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا واحد يكون بيحاول يتكلم انجليش، فبيقول الجملة بالانجليش لكن هو مكون الجملة اصلا بالعربي. فكرة الترجمة الحرفي. طبعا لا يمكن تكون الجملة واضحة بالنسبة للي بيسمعها، لأن هي الجملة مترجمة حرفي بالعربي. فمش من اللي قدامه بالضرورة إن هو مش هيفهمها، لأنها ممكن تكون في الإنجليش ما بتتقالش كده. وطبعا الأمثلة كتيرة جدا اهو، بس كتير، بس إحنا بنتكلم دلوقتي في الفكرة الأساسية، إن فكرة الترجمة الحرفي دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا للي حابب يتكلم إنجليش مع حد نيتف. لان اللي بيترجم حرفي بيحط كلمه مكان كلمه، فاللي قدامه ما بيفهمش اللي هو عايز يقوله. فدي من اكتر المشكلات اللي بتخلي الواحد ما يعرفش يعمل كونتاكت كويس قوي مع الجست او مع الناس اللي هو بيتكلم معاهم بلغه، اي لغه وان كانت الانجليزيه مثلا. دي من اكتر المشكلات.